وكمان في حاجة تانية، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. يبقى الشيطان بيوسوس فين؟ في الصدور. وإيه اللي في الصدور؟ القلب. طيب، هنرجع تاني لموضوعنا. لو في واحد مثلا بياكل سمك، وكل ما ياكل سمك يحصل له مشكلة، ويحصل له مشاكل في بطنه وآلام فظيعة، وكل ما ياكل سمك يحصل له نفس الموضوع. ايه اللي هيحصل؟ مش هياكل سمك، هيكتشف ان السمك بيتعبه وبيوجع له بطنه، فمش هياكل سمك. اللي حصل هنا ان هو كون مشاعر سلبية، وسجل في عقله الباطن ان السمك بيعمل له المشكلة دي. طبعا ممكن ده يحصل بإرادة الشخص، ان هو يختار ان هو يقول لا انا مش هاكل سمك تاني، وممكن يحصل غصب عنه لا إراديا ان العقل الباطن هو اللي بيسجل الحدث ده وبيمنعه ان هو ياكل السمك، ومش هياكل السمك فعلا. لان العقل الباطن هو كفيل بانه يحمي الجسم كله ويحمي الانسان كله، لان هو الحاكم الاعلى. هو بيشتغل 95%، والواعي بيشتغل بنسبة 5% بس، لكن العقل الباطن بيشتغل بنسبة 95%. يعني هو الحاكم الأعلى. طبعا العقل الباطن كمان بيشتغل بسرعة رهيبة جدا من حيث السرعة. هنقول مثال. لو أنا عندي مثلا مصنع، والمصنع ده بصنع فيه حاجات مثلا شغل هاند ميد أيا كان، وعندي 2 موظفين بيشتغلوا بالإنتاج. في واحد بيشتغل وبيطلع إنتاج ضعيف، وفي واحد بيشتغل وبيطلع إنتاج أكتر بكتير. اللي بيطلع إنتاج ضعيف ده بيبقى بيشتغل بعقله الواعي أكتر من التاني بيشتغل بعقله الباطن. بمعنى إيه؟ كل ما الإنسان اشتغل بعقله الباطن كل ما طلع إنتاج أعلى وما يحسش بتعب. لكن اللي بيشتغل بعقله الواعي بيحس بتعب وإرهاق وما بيطلعش إنتاج. يعني أنا لما بركب العربية علشان أسوق، ما بقولش أنا هطلع على الأول أهو، ومبقعدش أفكر أنا هطلع كده وهدوس كده وهعمل كده وهسوي كده. أنا لو عملت كده هتبقى العملية مجهدة جدا، وهكره السواقة، ولو حد قاعد جنبي مش هينفع يكلمني كلمة وأكلمه وأرد عليه، مش هعرف أعمل أي حوار خالص، هبقى مركز في كل حاجة أنا بعملها. لكن اللي بيحصل إن إحنا ما بنعملش كده، إحنا بنسوق بعقلنا الباطن وبنشتغل بعقلنا الباطن، عشان كده العملية بتبقى سلسة ومبحسش بأي ألم خالص، وما بيبقاش فيه تعب وما بيبقاش فيه إرهاق. وممكن أسافر، الإرهاق بيبقى جسماني لكن مش ذهني ولا فكري. فبالتالي تلاقي في مصانع بيبقوا بيشتغلوا فيها الموظفين بالإنتاج، فبيدوهم دورات الأول بيفهموهم حاجات زي كده، إزاي يقدر يحفظ هو بيعمل إيه أو بيجمع الشغل إزاي إذا كان الشغل مبني على التجميع. فبيفهموهم إزاي يقدروا يحفظوا كويس جدا القطع بتركب إزاي وبتتجمع إزاي قبل ما يشتغلوا. وبالتالي هو كده بيسجل كل حاجة قبل ما بيشتغل، وبالتالي لما بيجي يشتغل عقله الباطن بيشتغل معاه. بعد أسبوع بعد شهر بيلاقي نفسه بيشتغل بعقله الباطن بناء على الخطوات اللي تم تسجيلها في إنشاء الشيء اللي هو بيشتغل فيه أو اللي هو بيجمعه. فبالتالي بيكون إنتاجه عالي جدا. لكن اللي ما بيقدرش يفهم الجزئية دي بيشتغل بعقله الواعي بيبقى إنتاجه ضعيف. أتمنى إن أنا أكون قدرت أوصل لكم النقطة دي كويس أوي. بالنسبة للأطفال، أفضل شيء إن أنا مثلا لو بعلمه إزاي يمسك المعلقة والشوكة والسكينة، أو ياكل إزاي ويقعد إزاي ويعمل إيه، أفضل شيء إن أنا أقعد أقول له ال- الخطوات دي، وأعرفه كل حاجة اسمها إيه، والأدوات إيه، وهناكل إزاي ونتعامل إزاي
مع الأكلات. وطبعا أنا كل يوم بيبقى عندي أكل مختلف، وكل وقت فيه أكل مختلف. إذا أنا قعدت كل مرة في الفطار بشرح له وبفهمه، وفي الغدا بشرح له وبفهمه، في العشاء إذا كان بيتعشى، وتاني يوم، وهكذا. لما وما بدلوش حاجة في إيده وما بعلموش، يعني أنا أسهل إن أنا أعمل كده وبعدين أبدأ أعلمه، لأن هو هيكون سجل حاجات كتير قوي. ولما باجي أعلمه بلاقيه متواصل معايا أحسن لما أجيبه. يعني ده أفضل ما أجيبه أول مرة وأعاده وأقول له يمسك المعلقة كده وهقعد أعلم فيه. أنا هاخد وقت كبير قوي، لأن هو كده أنا عايزه يشتغل بعقله الواعي. هو أصلا عنده مشكلة، هو عنده أصلا مشكلة التركيز والإدراك والانتباه زي ما شرحنا قبل كده. فأنا الأول لازم أدي رسالة للعقل الباطن بحيث إن هو يتواصل معايا ويسجل اللي أنا عايز أسجله، المعاني، معاني الكلمات، ووصف الحاجة. وممكن كمان أمسكها قدامه وأغيره له كده، أحطها قدامه، يعني أقول له دي معلقة ودي شوكة. ولما بكرر ده هو بيعرفها. بالتالي بعد كده بقول له بمسكها كده وباكل كده وبعمل إيدي كده وبقطع كده وبمسك كده وبشيل الطبق ده كده وأوديه المطبخ هنا وأحطه هنا، وهكذا. لما بعمل ده منهج واجي أعلمه بيكون سريع جدا في التعلم. كمان طفل التوحد ما ينفعش إن أنا أتكلم معاه في زمن الماضي، وما ينفعش أتكلم معاه في زمن المستقبل. أنا لازم أكلمه في زمن الحاضر، لأن العقل الباطن ما بيفهمش زمن الماضي ولا المستقبل. هو المستقبل بالنسبة له حاضر، والماضي بالنسبة له حاضر. فلما الطفل مثلا إذا كان بيحب يروح الملاهي مثلا وبيعيط وعايز يروح الملاهي، فما ينفعش أقول له بعد يومين هوديك الملاهي. أنا كده عملت مشكلة، وهيفضل يعيط وهيعمل مشاكل، لأن هو فهم إن هو هيروح الملاهي دلوقتي، فلازم يقوم يلبس ويروح الملاهي دلوقتي. فاحنا اللي بنعمل المشكلة. وما ينفعش أقول له امبارح عملت كذا، هو مش هيفهم ده. وما ينفعش كمان أكلمه بالنفي. يعني كان في أخت برضه بتقول لي إن ابنها بيضرب أخوه وبيعضه. طيب احنا هنعمل ايه في موقف زي ده؟ هنقول له ما تعضوش. يعني كلمة لا تعض ده نفي، لا تضرب نفي. فما ينفعش أقول له كده لأنه مش هيفهم ده. كلمة لا تضرب معناها اضرب بالنسبة له، وكلمة لا تلعب بالنسبة له معناها العب. فما ينفعش أسلوب النفي. لكن ينفع أقول له حب أخوك، أخوك بيحبك أنت كمان تحبه. أو ينفع أقول له بوسه، ينفع أقول له احضنه، أشجعه وأقول له جمل إيجابية، ما أقولوش كلام نفي، ما أقولوش جمل سلبية كمان. وبالتالي ما ينفعش أضربه عشان ما يكونش عنده مشاعر نفسية سلبية، ويبقى عنده مشاكل نفسية، ويبقى بيغيب من إخواته. طبعا كل ده مهم جدا. كمان ما أقدرش أكلم الطفل يعني بأسلوب يجمع بين ضدين أو متعاكسين. ما ينفعش، لأن هو ما بيفهمش ده. وكمان ما بيفهمش الحاجة اللي ما فيهاش مصلحة بالنسبة له. يعني مثلا آه، لو شايفه بيحط ايده على النار كمثال، يعني لو بيحط ايده على النار او شمعة مولعة قدامه وبيحط ايده على النار بتاعة الشمعة، فمينفعش اقول له النار وحشة او كده غلط. ممكن ما يفهمش كده، لكن ممكن اقول له النار تحرق ايدك، النار تحرق ايدك، او النار ممكن تحرق ايدك. واسيبه هو اول ما يقرب منها واول ما يحس كده بالاحساس ده هيتعلم وهيفهم كلمة تحرق. النار تحرق ايدك دي هيفهمها وهيسجلها، يعني ده حدث قوي بالنسبة له. لكن ما سيبوش طبعا عشان لغاية لما يتحرق. كمان ما ينفعش اقول له النصيحة بدون شعور.
ما ينفعش اقول له النصيحة بدون شعور. يعني لازم علشان انصحه بحاجة او اعلمه حاجة او افهمه ان الحاجة دي غلط لازم يحسها. يعني مثلا لو انا لقيت دبوس واقع في الارض، والدبوس هو ماسكه وبيحطه في بقه ممكن يبلعه، او اي حاجة ممكن يبلعه وتبقى فيها خطورة. لو جبت الدبوس وشكيته في ايده كده شكة بسيطة وشكة اكبر منها شوية، وفهمته ان ده ممكن يعوره او يسبب له ألم، خلاص هو كده فهم الدبوس ده. وممكن لو مسكته بعد كده وقلت له انا هشكك بالدبوس هتلاقيه بيبعد عنك لان هو فهم. لكن الطفل ما بيفهمش الاولويات. يعني مثلا ما يفهمش ازاي يلعب بالدور. لو هيركب بالمصري يعني الزحليقة هو واخواته 2 أو 3، وده بيطلع، والمفروض ان هو يستناه لغاية لما صاحبه اخوه يطلع او صاحبه يطلع وينزل ياخد دوره وهو يطلع بعديه. هو ما بيفهمش ده وما بيبقاش عايز ينتظر. اذا لقيت طفلك في وقت وانت شغال معاه ومهتم بيه وبتأهله، اذا لقيته بينتظر الدور تعرف ان هو اتطور، ودي حاجة كويسة. يعني دي من صفات العقل الواعي. كمان العقل الباطن بيعشق الخيال والتخيل. عشان كده الطفل التوحد بيبقى عايش بعقله الباطن. فتلاقيه مثلا بيبص للنور ويسرح فيه، وممكن يقعد يضحك له ويقعد فيبقى تحس ان هو في عالم تاني مش معاك خالص. لو قعدت تتكلم وهو مركز مع النور، ولو طفيت النور ممكن يعيط ويصرخ، او مع المروحة، او مركز مع اي حاجة. هو في الحقيقة بيكون عايش بخياله في حاجة معينة وفي صورة معينة هو رسمها لنفسه، وبيحب ان هو كل شوية يقعد يعيش القصة دي اللي هو رسمها لنفسه دي، لأن هو بيحب التخيل جدا. كمان العقل الباطن بيموت، يعني بيحب قوي. احنا المصريين بنقول بيموت قوي. فالعقل الباطن بيحب قوي التشكرات، وبيحب قوي الرعاية والتقدير. يحب قوي انك تكافئه. علشان كده كل ما الطفل يعمل حاجة كويسة وهلل وسقف واحضنه وابوسه واقول له شاطر، اقول له برافو، اقول له جميل. كل العبارات دي بالنسبة له مفيدة جدا جدا جدا، لأنها بتوصل له الشيء اللي انت عايز توصله له، توصل له ان هو نجح وعمل حاجة كويسة، فهيستمر في الكويس وهيتواصل معاك.